بيقولوا رضا الناس غاية لا تنال، وصعب تجتمع عليك كل الآراء، وخصوصا لو بتشتغل فنان بتقدم محتوى للناس. الطبيعي ان في ناس هتحبك وفي ناس هتهاجمك، قليلين جدا اللي كسروا القاعدة دي وخلوا اللي بيحب نوع الفن اللي بيقدموه او اللي ما بيحبوهوش برضه بيحبوا الفنان نفسه وبيرتاحوا لمجرد ظهوره على الشاشة. من الفنانين دول الفنان احمد امين. حتى اللي ما بيتفرجوش على احمد امين ومش متابعين كل اعماله هتلاقيهم برضه بيحبوه وبيحترموه من بعيد لبعيد كده من غير ما يقربوا، وحتى دول لو قربوا هيحبوه اكتر. وده مش تدليل من الجمهور لاحمد امين قد ما هو مكافأة من ربنا ليه على اجتهاده واخلاصه للي بيعمله، وقبل ده على روحه الجميلة واخلاقه اللي اي حد قرب منه او اتعامل معاه بيشهد بيها. احمد امين هو خريج كلية فنون جميلة، بس علاقته بالفن بدأت قبل كده بسنين طويلة وهو لسه طفل صغير لما كان طول الوقت في البيت بيقلد الممثلين. ساعتها اخوه الكبير اللي كان طالب في كلية الفنون الجميلة خده معاه مسرح الكلية علشان يتفرج على العروض المسرحية اللي بتتقدم هناك، واللي كان نجومها الشباب بيومي فؤاد وماجد الكدواني. من وقتها واحمد امين حب المسرح جدا وجمع كل اصحابه وزمايله في المدرسة واقنعهم ان هم يقدموا مسرحية انشودة الدم للدكتور مصطفى محمود، وده كان نص صعب جدا عليهم كاطفال بس عملوه واخرجوا احمد امين بنفسه. والجرايد ساعتها كتبت عنه ان هو اصغر مخرج في مصر وخد جايزة عن العمل ده، بس ما عرفش يستلمها لان اللجنة اللي المفروض تسلمه الجايزة اكتشفت ان هو لسه ما طلعش بطاقة شخصية، وده طبعا لانه دون السن القانوني. وفي فيديو منتشر على اليوتيوب بيظهر احمد امين الطفل بعد العرض المسرحي ده وفي مذيع بيحاوره، واحمد امين بيقول له انا بحب التمثيل جدا ونفسي افضل امارسه لحد ما اموت. شغف مبكر بالتمثيل واضح ان هو جري وراه سنين. زي ما احمد امين كان اصغر مخرج في مصر هو كمان كان اصغر رئيس تحرير في مصر، لان اللي الناس كتير ما تعرفوش عنه ان هو اشتغل في الصحافة بعد ما اتخرج من كلية الفنون الجميلة، وبعد 10 سنين من شغله في الصحافة بقى رئيس تحرير مجلة اطفال شهيرة واستمر في المنصب ده 10 سنين تانيين. يعني اجمالي عدد السنين اللي اشتغلها في الصحافة 20 سنة. بالرغم من كده حبه للصحافة ما نسهوش حلمه القديم بالتمثيل، فدخل الوسط الفني من باب الكتابة وكتب اعمال كتير قوي بتحبها وما تعرفش ان هو المؤلف بتاعها، زي بسنت ودياستي وزي القبطان عزوز. وعمل فيلم قصير اسمه حاضر مع المتهم، كان حاجة كده من غير انتاج، حاجة للشغف يعني. ومع ذلك هتشوف في الفيلم ده اداء من احمد امين مش ممكن يطلع غير من فنان كبير متمكن. لكن بداية معرفة الجمهور الحقيقية باحمد امين كانت سنة 2015 مع فيديوهات ال 30 ثانية اللي كان بيعملها على اليوتيوب، وكان بيصورها في بيته وبكاميرا موبايله، ورغم كده حققت نجاح كبير والناس حبته جدا. وبعدها انطلق احمد امين في برامج تلفزيونية زي البلاتو والبريك وامين وشركائه، والاخير ده بالذات كان في سيزون منه بيتعامل على المسرح، وكان تجربة مهمة وثرية جدا في مسيرة احمد امين. بعد النجاح اللي حققه في برامج ابتدى يظهر في اعمال تلفزيونية زي مسلسل خلصانة بالشيكة والوصية مع اكرم حسني، وكان ليه ظهور مميز جدا في الجزء الاول من فيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة. ده غير تقديمه لمهرجان السينما بطريقة جميلة وكوميدية، تحسه فنان كوميدي جاي من جيل الستينيات والسبعينيات، بيقدم كوميديا بسيطة لكنها بتضحك جدا وده من غير اي تكلف. المهم كل الاعمال دي حطت اسم احمد امين على خريطة ممثلين الكوميديا الكبار وضمنت له مكان وسطهم. لكن احمد امين بيفاجئ الكل سنة 2020 انه مش من الممثلين اللي بيلبدوا في الكونفيرت زون، وقدم مسلسل ما وراء الطبيعة اللي كان اول مسلسل مصري مع منصة نتفليكس العالمية، واللي متاخد عن رواية الدكتور احمد خالد توفيق رحمة الله عليه. وده ملعب بعيد تماما عن الكوميديا اللي كان بيقدمها احمد امين. ده مسلسل رعب ومع ذلك نجح احمد امين في دور رفعت اسماعيل جدا والناس حبته. بعدها عمل دور تاني من اهم الادوار اللي ممكن ممثل يعملها في حياته كلها، وهو دور الشيخ عرفات في مسلسل جزيرة غمام. دور صعب ومركب واحمد امين عمله وهو سايب ايده لدرجة ان كلنا صدقناه وما كانش حد فينا قادر يتخيل ان هو ده احمد امين صاحب الكوميديا. وبعد النجاح ده كله بيقفز احمد امين قفزة جديدة خالص وبيقدم مسلسل الصفارة اللي مش بس كوميدي، لا ده هو مسلسل بيناقش فكرة فلسفية مهمة جدا، وهي فكرة تأثير الفراشة، وانك حتى لو عندك القدرة انك ترجع بالزمن علشان تغير حاجات مش راضي عنها في حياتك، التغيرات دي مش هتكون لصالحك وهتحصل حاجات اسوأ من اللي انت كنت متضايق منها. احمد امين مش بس ممثل شاطر،
هو كمان كاتب ومخرج ورسام، وبيعزف اكتر من آلة موسيقية بتمكن شديد زي العود والأورج وغيرهم، وصوته حلو جدا لما بيغني، وتقدر تسمع ده بنفسك في تتر مسلسل الوصية او السفارة، او تقدر تسمعه وهو بيقول ابتهالات. تقريبا مفيش حاجة ما بيعرفش يعملها، وده المعنى الحرفي لكلمة معجون فن. كل ده الى جانب شخصيته الجميلة اللي كل الناس اجمعت على حبها، ويكفي ان هو طلع فنانين من البرنامج بتاعه وبقوا نجوم بعد كده زي عمرو وهبة ورحمة احمد وطه دسوقي.